السلام عليكم، ايه الاخبار؟ اهلا بيكم في فيديو جديد على الشانل. النهارده باذن الله هنتكلم عن اهم الكونسبت اللي انت محتاجها قبل ما تخش رياكت او اي فريم ورك عموما. تمام. اتكلمنا كله طبعا عن الجافا سكريبت النهارده. الكونسبت دي عددهم 7. انا برضو هسيب في التايم ستامبس بتاعه الفيديو التايتل بتاع كل جزء، يعني احنا بنتكلم عن ايه، بحيث ان برضو لو انت عارف جزء معين تقدر انك تسكيب. بس خلينا متفقين كده قبل ما نبدأ انك لازم تكون عارف ومتقن الحاجات اللي احنا هنتكلم عليها النهارده دي، وبتعرف تتعامل معاها وتكتبها بشكل سهل، لانك بتستخدمها كتير جدا في رياكت او في اي فريم ورك. بس كلامنا النهارده برضو عن رياكت يعني. طيب، قبل ما نبدأ برضو حابب أكد إن الفيديو ممكن يطول مننا شوية، وده لأن أنا حبيت إن نعمل زي فيديو مجمع لك الدنيا كلها كده في فيديو واحد، يكون زي ريفرنس ليك أو مرجع تقدر إنك تشوفه قبل ما تبدأ الفريم ورك، زي ريفريشر كده على الجافا سكريبت. تمام. برضو عشان الفيديو طويل احنا ممكن نقول نوتس طول ما احنا ماشيين كتير جدا، فيفضل قوي ان يكون جنبك كشكول او ايا كان انت بتسجل النوتس ازاي يعني. بس مهم جدا انك تتيك نوتس يعني طول ما احنا ماشيين. تمام كده. خلونا نبدأ بأول كونسبت معانا النهاردة. انا عندي هنا على السكرين تاني عندي السلايدز، عشان برضو لو لقيتني ببص هناك يعني، عشان ما ننساش حاجة معينة. فأنا حاطط البوليت بوينتس اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة. وعندي هنا فيجوال ستوديو كود. طبعا عندي فايل جافا سكريبت وهنبدأ فروم سكراتش. تمام كده. خلينا نبدأ بأول كونسبت وهو الليت والفار والكونست، الفرق بينهم وامتى استخدم كل واحدة منهم وازاي اصلا هما شغالين في اندر ذا هود كده زي ما بيقولوا يعني. خلينا نبدأ. أول نقطة هو بيقولك إن الفار دي فانكشن سكوبد. تمام. لكن الليت والكونست هما بلوك سكوبد. طب ايه الفرق اصلا بين الفانكشن سكوبد والبلوك سكوبد؟ خلينا نشوف كده. بس قبل برضو ما نبدا المقارنه، حابب اقول ان انا دلوقتي بتكلم مقارنه بين الفار، يعني خلي الفار في ناحيه كده وناحيه تانية فيها الليت والكونست. الليت والكونست دلوقتي شبه بعض جدا. تمام، اعتبرهم نفس الحاجه دلوقتي. فخلونا نشوف يلا الفرق بين الفانكشن سكوبد. عشان كده انا هبدا ان انا اعمل فانكشن ممكن اسميها مثلا تيست، وهتبدا تعرف هنا variable بالvar keyword هنسميه مثلا a، وتحط له ال a بتساوي 1. وبعد كده تقول له console.log ال a، وتعالى نشغل او invoke الفانكشن دي. هتيجي هنا تقول له node app، هيبدأ ان هو يطبع لك في الكونسول 1، وده المتوقع وده الطبيعي جدا. تمام. لو تلاحظ هنا كده الكيرلي براكتس من اول هنا لحد هنا، ده كده اسمه السكوب بتاع الفانكشن بتاعتي. تمام. طيب، على عكس لو انا جيت هنا مثلا عملت if statement وحطيت له مثلا true. تمام. if true يعني اللي جوه ده يتحقق. تمام. اللي جوه ده الشرط اصلا او الكونديشن بتاعي متحقق، فاللي جوه ده هيعمله كده كده. تمام. بس انا عايز اوريك بس فكره البلوك سكوب. فلو جيت هنا قلت له مثلا ان تعالى بقى باللت، قول له مثلا let البي بتساوي 2، وقلت له console.log البي. فالمتوقع دلوقتي ان هو يطبع كلمة او هيطبع لك رقم 2 يعني، بعد كده يطبع لك رقم 1، وده فعلا اللي حصل. طيب خلينا بقى نشيل الكونسول.log بي دي من هنا من لاين 5 ونجيبها هنا عند لاين 7. ايه اللي هيحصل؟ لو تلاحظ اصلا قبل ما نبدأ كده اي حاجة ان البي هنا بقت رمادي شوية او معادتش مقرية من الاخر. فلو جيت شغلت الفايل زي ما شايفين كده يطلع لك ايرور ويقول لك البي is not defined، لو مش شايفها اصلا. تمام. ليه بقى؟ لان زي ما انا قلت كده الليت بتبقى بلوك سكوب. طب ايه هو البلوك اصلا؟ البلوك ممكن يكون اف ستيتمنت، او ممكن تكون فور لوب، او ممكن تكون حاجات كتير شبه كده. بس بشكل اساسي يعني خلينا برضو في البيزكس بتاعت الامثله بتاعتنا يعني اف ستيتمنت او فور لوب. تمام. فانا عندي ده اسمه بلوك، الجزء برضو من اول الكيرلي براكتس من هنا لهنا ده اسمه بلوك. فالبي عشان انا معرفها بالليت كيورد هي مقريه او متشافه جوه البلوك سكوب ده بس، ولكن مش موجوده براها. تمام. طيب خلينا طيب نعمل العكس. لو انا دلوقتي شلت الكونسول بلوج الاي ده وحطيته جوه البلوك، هل هيتقرا ولا لا؟ طبعا هيتقرا يعني، لان منطقي جدا طبعا طلع لك الواحد هنا في الكونسول. تمام. ليه طيب اتقرا؟ خلينا بس نكبر برضو
الفونت ده الاول شويه كده. ليه اتقرا؟ لان ال A اصلا هي جوه البلوك سكوب، بس جوه الفانكشن، ما البلوك كله اصلا جوه الفانكشن سكوب، تمام. فال A هي مقريه كده كده في اي مكان جوه الفانكشن سكوب بتاعتها، تمام. ده اول فرق. طبعا الكونست زي الليد بالظبط زي ما انا قلت لكم يعني. طيب نخش بعد كده على النقطه الثانيه، وهو فكره الريديكليريشن. يعني ايه ريديكليريشن؟ يعني انك تديكلير او تعرف الفاريبل مره تانية. فانا لو جيت هنا بالvar keyword كده وسميت ال a مثلا، بعد كده بيساوي 1، جيت تاني قلت له الvar a بتساوي 2، تمام. انا لو جيت دلوقتي قلت له console.log لل a، خلينا بقى نكلير الكلام اللي هنا ده وهنشغل الفايل بتاعنا، فطلع لك هنا 2، تمام. يبقى ال a كانت ب1، بعد كده عملت لها redeclaration، عرفتها مرة تانية خالص فبقت ب2، فطبع لك في الآخر 2. طب هل الكلام ده يحصل لو أنا شلت الفار دي وحطيتها بلت؟ خلينا نشوف كده. أصلا قبل برضو ما نعمل invoke، يعني زي ما انت شايف هنا في 2 ايرورز اهو في البروبلمز هنا يعني، وجايب لك هنا برضو خط أحمر تحت ال A اهو. ليه بقى الكلام ده؟ بيقول لك في الايرور اهو، بيقول لك الايدنتيفاير ال A has already been declared، هو متعرف من قبل كده، ما ينفعش انك تعمل له declare مرة تانية. هي دي نقطة redeclaration اللي بنتكلم عليها. مع الفار ينفع، لكن مع اللت ما ينفعش. طب ينفع تعمل ايه؟ انت ينفع لو عايز تغير الفاليو بتاعتها تشيل اللت. انت دلوقتي مش بتعمل redeclaration، انت دلوقتي بتعمل reassignment او بتassign value جديدة، تمام، او initialize it بفاليو جديدة. حلو كده. فده فرق برضه، ده فرق جوهري يعني، فكرة انك الفرق بين الاساينمنت وبين redeclaration نفسه. طيب بنفس المنطق برضو، لو دي كده const ودي برضو const، فيطلع لك نفس الايرور، تمام كده. بيقول لك ان A has already been declared. طيب دي النقطة التانية. خش على النقطة رقم 3، وبيقول لك ان الفار بيكريت الفاريبل حتى قبل ما انا اعرفه. بمعنى ان انا لو عندي دلوقتي مثلا هعمل console.log لفاريبل هنسميه مثلا var variable، تمام. زي ما انتم شايفين كده الvar variable ده مش موجود اصلا، يعني مش موجود هنا، لسه معرفتوش، بس انا بعمل له console.log. جيت بعد كده بعد ما استخدمته جيت اقول له ايه؟ ان الvar variable ده بتساوي الواحد بتاعنا ده، تمام. هل هيطلع لك ايرور هنا مع الvar؟ لا، مش هيطلع لك ايرور. خلينا نشوف. طيب كده زي ما انتم شايفين طلع لك ايه؟ طلع لك undefined يعني ايه؟ يعني هو ما جابش الواحد، ما جابش الفاليو، بس ما جابلكش ايرور برضه، تمام. undefined اللي هي غير معرف، يعني مفيش فاليو جواها اصلا. طب لو انا جيت عملت console.log بس هنا، بس بعد الانيشاليزيشن بتاع الفاريبل بتاعي، هيبدا ان هو يطلع لك الواحد. فاول مره يطلع لك الانديفايند اللي هي دي، بعد كده بعد ما حطيت لها فاليو بدا ان هو يطلع لك الواحد. طب تعال نشوف بقى الكلام ده مع اللت. نسمي دي بقى دلوقتي لت كده مثلا، نقول له لت، تمام. نشيل الكلام ده من هنا. دلوقتي ببدا ان انا console.log الليت فاريبل، بعد كده ببدا ان انا اعرفه. لو جيت شغلت الفايل طلع لك هنا ايرور. ليه بقى الايرور ده؟ ايرور كده بيقول لك can't access الليت فاريبل ده before الانيشاليزيشن بتاعه. مش حاصل له انيشاليزيشن اصلا، هو مش متعرف، فهو مش شايف حاجه اسمها ليت فاريبل، لسه مش موجوده، تمام. وده المنطقي اكتر لو فكرت فيها شويه، يعني منطقي انك بتعرف الفاريبل الاول بعد كده بتبدا انك تستخدمه، تمام كده. طبعا الكونست نفس الكلام، يعني مش هفضل بقى اقولها كل مثال، بس الليت والكونست لحد دلوقتنا هذا يعني هما نفس الكلام بالظبط، واحنا بنقارن ما بينهم وبين الvar keyword، تمام كده. طيب نخش بقى الفرق بين الليت والكونست. اصلا الكونست من اسمها كده هي بتستاند فور الكونستنت، تمام. يعني ايه كونستنت؟ يعني ثابت، يعني الفاليو بتاعته ثابته طول الابلكيشن بتاعي. فلو جيت هنا مثلا قلت له الكونست ال a بتساوي 1، بعد كده جيت احط فاليو تانية، يعني بقول له ال a بتساوي 5 console.log ال a، فيقول لك انه لا، يقول لك ما ينفعش تاساين الاساينمنت تو كونستانت فاريبل. ده الايرور بتاعك، ما ينفعش انك تحط فاليو او تاساين مره تانية لكونستانت. كونستانت انت بتقول له ان هو ثابت بواحد، ال a دايما بواحد طول الابلكيشن بتاعي.
طب انا لو عايز اغير الفاليو اعمل ايه؟ استخدم الليت. تمام. فده الفرق بين الليت والكونست. الفرق ما بينهم ان الكونست انت بتقول له ان ده ثابت، انا مش هغير الفاليو بتاعته بعدين، فما بيسمحش ليك انك تحط فاليو جديده قدام. لكن الليت لا، عادي جدا، لو شلت الكونست اللي هنا دي وحطيت الليت هيشتغل معاك مفيش مشكله. تمام. طيب خلينا نخش بقى في حته تريكي شويه كده. لو انا جيت دلوقتي عرفت اوبجكت، تمام، واديته مثلا تو variables كده او properties، يعني حاجه زي النيم مثلا بيساوي عمرو، تمام، والايدج خليه 45. بعد كده هتقول له ان الاوبج دوت الايدج هنغيره بقى دلوقتي، خليه مثلا ب12، وهقول له console دوت log الاوبجكت دوت الايدج. دلوقتي لو انت فكرت فيها دلوقتي كده، انا معرف الاوبجكت بتاعي ده بالكونست، كونست كيورد، يعني انا بقول له ان ده كونست، ده مش هيتغير. تمام. بس انا جيت في لاين 33 جيت غيرت الايدج، خليتها فاليو جديده اللي هي ال 12 مكان ال 45، وبعد كده بعمل الكونسول دوت لوج. طب ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ لو فكرنا فيها هنلاقي قدامنا 3 احتمالات: ان هو اصلا يتجاهل اللاين ده خالص ويطبع لك 45، او ان هو فعلا يعملها ويطلع لك ال 12، او انه يطلع لك ايرور يقول لك انت مستخدم كونست وما ينفعش انك تاساين لكونست. تمام. ايه اللي هيحصل؟ خلينا نشوف كده. طبعا هنا هيغيرها عادي جدا. تمام. طلع لك هنا ال 12 زي ما انتم شايفين كده. طب ليه غيرها بقى؟ عايزك تفرق بين حاجتين مهمين جدا: فرق بين الاساينمنت، تمام، لكونستنت، وفرق بين انك بتغير في الفاليو بتاعه الاوبجكت. انت هنا بتعمل حاجه اسمها ميوتيشن للاوبجكت، تبدا انك تعدل في الفاليوز بتاعته سواء اوبجكت او اري. تمام. بس انت هنا ما عملتش اساينمنت. الاساينمنت بقى ايه، او ايه اللي هيطلع لك الايرور؟ لو انت جيت غيرت الاوبجكت بالكامل، يعني انت شلت الاوبجكت كله من الفاريبل اللي اسمه اوبج ده، حطيت حاجه تانية، يعني مثلا قلت له الاوبج بقى بيساوي 12، انا شلت كل ده كده وخليته ب 12، ساعتها يقول لك ايرور، يقول لك ده كونست ما ينفعش انك تغيره. تمام. هيقول لك assignment to constant variable. فمهم جدا انك تفرق بين الحته دي وانت بتعدل على الاوبجكت. ده ما اسموش assignment، تمام، ده اسمه mutation. انت بتميوتيت فاليو معينه بس مش اكتر من كده. حلو كده. طيب خلاصة بقى القول في الكلام ده كله، انا دلوقتي عرفت الفار والليت والكونست والفرق بينهم وامتى استخدم كل واحده منهم. تب بقى او خلاصة الكلام ده، لو انت بتتيك نوتس دلوقتي، هي دي النوت بقى النهائية خالص: انك بشكل دايم استخدم الكونست، دايما استخدم الكونست، الا لو انت عارف انك هتغير الفاليو دي قدام، ساعتها استخدم الليت. تمام. وانسى الفار خالص. تمام كده. الفار كانت موجودة في الجافا سكريبت قبل كده، بس ظهرت في الاكما سكريبت، نزلت وبعد كده ظهر فيها الليت والكونست، فالناس كلها اتجهت للليت والكونست نظرا للمشاكل اللي كانت موجودة مع الفار. حاولت ان انا اوضح هنا اهم 3 فروقات. تمام. طبعا في فروقات تانية اكتر من كده وممكن تسبب مشاكل، بس انا وضحت لك الايه النقط الاساسيه ما بينهم. فتاني، انت دايما استخدم الكونست الا لو انت هتغير قدام، ساعتها استخدم الليت. طب امتى اصلا اكون عارف ان انا هغير فاليو قدام؟ عندك مثلا حاجه زي الفور لوب، يعني مثلا الاتريتور اللي هو الاي ده، انت متاكد انك هتغير الاي ده سواء هتزوده وهتنقصه، انت دايما هتغير او هتعدل في الفاليو بتاعت الاي، ساعتها خليها لت. يعني ما تعملش فور لوب مثلا بكونست اي بيساوي صفر بعد كده تبدا تزود عليه. تمام، مش هيرضى. اعتقد كده وضحنا اول كونسبت. نخش بقى على الكونسبت اللي بعده. تمام. وهو الفرق بين الفانكشنز العاديه الريجولار فانكشنز وبين الاري او الايرو فانكشنز. تمام. الايرو اللي هو السهم، يعني وهقول لك دلوقتي ليه اسمها ايرو. طيب خلونا نكلير برضو الكلام ده تاني. هعمل فانكشن هنا بالكيورد اللي اسمها فانكشن، وهبدأ ان انا اقول له الفانكشن دي بالشكل ده كده. اسميها الاول ايه؟ اسميها regular. تمام. او نسميها مثلا regular sum، ان هي مثلا بترترن السم. او خلي الموضوع بسيط احسن، خليها console.log مثلا regular. تمام. عشان برضو ما نبخكش بالبارامترز والكلام ده دلوقتي. وهقول له شغل الفانكشن دي. تمام. هيطبع لك في الكونسول ايه؟ يطبع لك كلمه ريجولار، مفيش اي مشكله يعني دلوقتي. طيب انا عايز احول الريجولار فانكشن دي لايرو فانكشن. اعملها ازاي؟
هي ستيبس كده محفوظة في الأول، ممكن تكون صعبة شوية بس مع الوقت أصلا أنت بتاخد عليها تلقائي كده، يعني هتلاقي إيدك بتكتبها لوحدها أصلا. أول حاجة بتشيل كلمة فانكشن دي، الكيورد دي، وبتعرف الكونست بتاعك، وتحط هنا يساوي، وبتيجي بعد البرنسيس بتاعتها تحط يساوي وبعد كده علامة الأكبر من دي. تمام، وهو ده الايرو، يعني اسمها ايرو فانكشن عشان الايرو اللي هنا السهم ده. تمام كده، فهي ستيبس محفوظة. بتشيل الفانكشن كيورد كده، بتعرف بتخزن اسم الفانكشن او الفانكشن جوه متغير سواء بكونست او بلت، بس زي ما قلت الافضل بكونست حسب الحالة بتاعتك برضو. بعد كده تيجي بعد البرنسيس وتحط الايرو بتاعك، هي نفسها بالظبط طبعا. لو جيت هنا شغلتها مفيش اي مشكلة. تمام. طيب، حاجة كمان إضافة عليها كمان، إنك لو بتريتيرن حاجة واحدة بس، يعني لو الفانكشن بتاعتك دي بتريتيرن مثلا السم، أو مثلا هنا في الحالة بتاعتنا دي هي فيها لاين واحد بس بالكونسول دوت لوج كلمة، مش أكتر من كده. تمام، ساعتها تقدر إنك تشيل الكلام ده، يعني تقدر تشيل الكلام ده الكيرلي براكتس من هنا. تمام، بالشكل ده كده، وهي نفسها بالظبط. تمام. طيب لو انت بتريتيرن حاجه، بتريتيرن مثلا a زائد b، برضه بتريتيرن حاجه واحده بس، فتقدر انك تشيل الريتيرن كيورد والكيرلي براكتس، تكتفي بس ب a زائد b. تمام، بعد الايرو هنا هتقول له، خليني برضه اعملها بحيث الايه الدنيا توضح يعني، a زائد b، وانت هنا واخد منه ال a وال b، وهنا تديله مثلا الاتنين والخمسة، تبدأ انك تشغل الفانكشن. طبعا في هنا طبعا انا ما خدتش بالي ان انا مش عامل كونسول دوت لوج اصلا، هي الفانكشن هنا دلوقتي مش بالكونسول دوت لوج، هي بتريتيرن. تمام، فعشان هي بتريتيرن انت مطالب انك تكونسول دوت لوج الفانكشن نفسها اللي هي الانفوك من هنا، عشان تظهر لي في الكونسول، يعني مش اكتر. بالشكل ده كده دلوقتي كده يطلع لك 7 في الكونسول. تمام، 7. زي ما شايفين طبعا لاين واحد بس، يعني ده الفرق الجوهري اصلا، ان هي يعني كلينر سينتاكس، لاين واحد بس بيساوي اللي انت كنت عامله في 3 4 سطور، عشان بس تريتيرن السم بتاع 2 فاريبلز. تمام كده، فده الفرق الاول ما بين الريجولار فانكشن والايرو فانكشن، ان هي اسهل اصلا كسنتكس. النقطه رقم 2 فكره الذيس كيورد. تمام، خلينا بس نقلب السلايد بتاعتنا. الذيس كيورد بتفرق في الحاله بتاعت الريجولار فانكشن عن الايرو فانكشن، وانا برضو معايا مثال هنا مش هكتبه فروم سكراتش عشان بس ايه الفيديو مطولش معانا قوي، فانا واخده كوبي كده وهحطه بيست. تمام، زي ما انتم شايفين كده احنا هنا معانا الكلاس ده اسمه بيرسون. تمام، ومعاك الكونستراكتور بتاعه اللي انت بتبدا انك تانيشلايز الفاريبلز بتاعتك او الفيلدز بتاعتك جوه الكونستراكتور ده. فالبيرسون ده وانت بتاخد منه انستنس، بتبدا انك تبصيله في الكونستراكتور بتاعه النيم والايدج، تبدا انك تحط الفاليوز بتاعتك. تمام، عندك جواه 2 ميثودز خلينا نقول. اول واحد مستخدم فيه الايرو فانكشن، تاني واحد الطريقه النورمال او الريجولار فانكشن. تمام، اللي هي الفانكشن كيورد بالشكل هنا، وهنا الايرو فانكشن. تمام كده، محطوطين جوه سيت تايم اوت. سيت تايم اوت هي فانكشن بيلت ان في الجافا سكريبت، بتاخد منك كوماندز معينه او فانكشن معينه، وبتتنفذ بعد فتره معينه انت اللي بتحددها. انا محدد هنا 1000 اللي هي معناها بعد ثانيه، بعد 1 سكند كونسول دوت لوج الكلام ده. ايه طيب الكلام ده، عندك النيم، بعد كده بتحط سبيس وبتحط بعدها الايدج. فالمنطقي لو انا مثلا حطيت عمرو بعد كده 13 بعدها، فيطبع لك عمرو بعد كده سبيس بعد كده 13. تمام، الفانكشن اللي تحت بتعمل نفس الكلام بالظبط. خلينا ناخد اللاين ده من هنا كده. تمام، وجيت هنا خدت انستنس من الكلاس بتاعي اللي اسمه بيرسون، وخليه يبقى عمرو. تمام كده، والبيرسون ده هبدا ان انا انفوك الميثودز اللي جواه، اول مره اللي هي الطريقه الايرو فانكشن، بعد كده بالنورمال فانكشن. خلينا نشوف كده ايه اللي هيحصل، بس هكومنت دي الاول. المتوقع هنا دلوقتي ان انا بصيت له وانا وانا بكريت الاوبجكت ده، بصيت له عمرو بعد كده 25، هيجيب لك هنا عمرو بعد كده سبيس بعد كده 25. تعال نشوف ده هيحصل فعلا ولا لا. زي ما انت شفتوا كده عمرو سبيس 25 مفيش اي مشكله. تمام، طيب تعال بقى نشوف الناحيه التانية. زي ما انت شفتوا كده undefined عمرو 25 دي جت من اول مره، من اللاين اللي هنا ده.
لكن تاني مره في النورمال جاب لك undefined، هو مش عارف اصلا ايه ايه النيم ده، this دوت نيم مش لاقيها، والthis دوت age مش لاقيها، مش قاريها اصلا. طب ليه حصل كده؟ ايه الفرق بين هنا وهنا؟ الفرق بقى هنا في this keyword. this keyword الكونتكست بتاعها بيفرق في حاله الايرو فانكشن عن النورمال فانكشن. طيب في الايرو فانكشن بيحصل البيهيفير المتوقع اصلا، اللي انت المفروض تكون متوقعه، ان انت جبت هنا الذس دي بتشاور على ايه؟ بتشاور على البيرسون اللي هو الكلاس بتاعك اصلا. بعد كده هتخش تاكسس النيم بتاعه، النيم بتاعه اللي انت عامل له اصلا انيشاليز، وانت بتاخد انستنس من الكلاس ده في الكونستراكتور اللي انت بصيت له ساعتها عمرو، ونفس الكلام على الايدج بصيت له 25. تمام. فانت بتقول له console دوت لوج عمرو this اللي هو البيرسون دوت نيم اللي هو دوت عمرو، هيطلع لك عمرو يعني، بعد كده 25. فاشتغلت عادي جدا، مفيش مشكله بعد ثانيه. لكن في حاله الفانكشن النورمال هنا الذس مش بتشاور على الكلاس اصلا، مش بتشاور على البيرسون. فانت هنا مش بيرسون دوت نيم، لا الذس مش معناها بيرسون هنا. طب الذس بتشاور على ايه؟ الذس في الحاله بتاعتنا دي، في حاله الريجولار فانكشن، بتشاور على المكان اللي حصل منه انفوك للفانكشن. طب ايه هو المكان ده؟ انا هنا حصل انفوك للفانكشن فين؟ في لاين 63 هنا. فين؟ في المين او في الجلوبال بتاعي اصلا، في الفايل نفسه. تمام. فده كده بيرفير على ايه؟ بيرفير على حاجه اسمها الويندو اوبجكت. الويندو اوبجكت ده اللي هو اصلا مجمع لك كل الاوبجكتس بتاعت الجافا سكريبت، اللي هو الجلوبال اوبجكت. تمام. فلو عملنا، خلينا برضو نعمل كونسول لوج للزيس كده عشان اوريك. زي ما انتم شايفين كده جاب لك شويه حاجات. لو عملت كمان ده في البراوزر يعني هيجيب لك كل الميثودز او المحتوى بتاع الويندو اوبجكت. تمام. بس انا هنا شغال في التيرمينال يعني. فالزيس اصلا خلاصه القول يعني ان الزيس هنا مش بتشاور على البيرسون، بتشاور على حاجه تانية خالص، بتشاور على الاوبجكت. تمام. فالاوبجكت ده مفيش جواه اصلا النيم ولا جواه الايدج، فانت ازاي عايز انك تاكسسه؟ تمام. فهي دي المشكله الاساسيه، ان الزيس كونتكست بيختلف في حاله الريجولار فانكشن عن حاله الايرو فانكشن. الايرو فانكشن بتشاور على الكلاس بشكل طبيعي جدا، بشكل المتوقع اصلا، لكن الريجولار فانكشن بتشاور على المكان اللي انت عامل لها انفوك منه. تمام. اللي هو في الحاله بتاعتنا هنا كان الويندو اوبجكت، لانها شغاله في المين فايل يعني. تمام كده. اعتقد دي اهم الفروقات ما بين الريجولار فانكشن والايرو فانكشن، حاولنا ان احنا نغطيها بقدر المستطاع يعني، باذن الله تكون وضحت. ونخش السكشن الجاي على الكونسبت رقم 3 واللي هنتكلم فيه عن الامبورت والاكسبورت والتعامل مع الموديولز بشكل عام يعني. تمام. طيب ليه بنستخدم الموديولز دي؟ الموديول ببساطه هو خلينا نقول كده قطعه من الكود. تمام. انا عندي كود كبير جدا، عندي فايل مثلا جافا سكريبت زي كده بس كبير جدا، فانا ببدا ان انا اسبلت الفايل ده لمجموعه من الموديولز. تمام. وابدا ان انا اعمل بقى الموديولز دي، اعمل لها اكسبورت من فايل، واجي اعمل لها امبورت من الفايل التاني، بعمل لها اصدار او يعني تصدير، بعد كده بعمل لها استيراد في الفايل اللي انا هستخدمها فيه. تمام. ده كونسبت اساسي جدا، وده التعامل اصلا مع الكومبوننتس كلها كده في رياكت يعني. كل كومبوننت عباره عن موديول تبدا انك تعمل له امبورت وتعمل له اكسبورت، فمهم قوي انك تكون فاهم الجزئيه دي. خلونا بقى نتعامل معاها يعني دلوقتي بمثال عملي. بس ابدا اعمل هنا كومنت الاول. تمام كده. طيب انت عندك نوعين بشكل اساسي كده، عندك نوعين من الامبورت او الاكسبورت. عندك حاجه اسمها النيمد، تمام، نيمد اكسبورت، وعندك حاجه اسمها الديفولت اكسبورت. ايه الفرق ما بينهم؟ الفرق ما بينهم ان الديفولت اكسبورت ده معناه ان الفايل اللي عامل اكسبورت بيكسبورت الموديول ده كديفولت. يعني ايه ديفولت؟ طيب يعني لو انا عندي مثلا موديول في فايل تاني، انا اتخيل مثلا عندي هنا فايل تاني وعندي موديول مثلا اسمه print name function مثلا بتبرنت النيم يعني. تمام. فاعمل لها import كده from، واقول له ايه اسم الفايل التاني اللي هو مثلا هيكون كده second file، حاجه شبه كده. تمام. وبعد كده ابدا ان انا استخدمها هنا، اقول له print name وابدا ان انا اشتغل. ده الفكره من الموديولز اصلا العاديه جدا. تمام. طيب البرنت نيم دي بقى في الفايل اللي اسمه second file ده، اعمل لها export كنيمد ولا كديفولت؟ هتفرق معايا هنا بقى وانا بعمل لها import. لو انا اعمل لها اكسبورت هناك كديفولت، معناها ان ده الديفولت بتاع الفايل، يعني اي حاجه
هعمل امبورت من الفايل ده، من اللي اسمه second فايل ده، ايا كان الاسم اللي هنا ده مش مهم معايا الاسم اصلا، اي حاجه اعمل لها امبورت هي هتكون البرنت نيم. ليه؟ لان ده الديفولت اكسبورت بتاع الفايل، هو كده كده بشكل ديفولت خالص، بشكل الطبيعي او الافتراضي بتاعه ان هو بيطلع لك البرنت نيم دي. فانت لو عملت امبورت سميها مثلا ABC، تمام، لو جيت هنا شغلت الاي بي سي هتكون هي نفسها بالظبط البرنت نيم، تمام. ليه؟ لان ده الديفولت اكسبورت بتاع السكند فايل. انا لما اعمل منه امبورت ايا كان الاسم هو يبدا ان هو يمبورت البرنت نيم. طيب على العكس بقى النيمد اكسبورت، النيمد اكسبورت من اسمها كده هي نيمد، يعني هي اصلا ليها ليبل او ليها نيم معين، ولازم انك تستخدم نفس النيم ده. فلو هي اسمها برنت في الفايل اللي اسمه سكند فايل ده واسمها برنت نيم، ساعتها لازم احطها بين كيرلي براكتس بالشكل ده وانا بعمل امبورت. طب يعني ايه بين كيرلي براكتس؟ يعني هي هناك وانا بعمل اكسبورت في الفايل التاني كانت حصل لها اكسبورت كنيمد اكسبورت. هقول لك برضو الفرق بين السنتكس بتاعهم دلوقتي في حاله الاكسبورت يعني. بس الفرق بين النيمد وبين الديفولت الكيرلي براكتس اللي هنا دي، وان دي نيمد يعني انا لازم اعمل لها امبورت بالاسم بتاعها بالظبط. يعني ما ينفعش ان انا اعمل هنا مثلا اي بي سي، لا مش هيعرفها اصلا، هيقول لك ان مفيش اي بي سي دي، تمام. طب لو انا عايز اتعامل مع النيمد اكسبورت اللي هي البرنت نيم دي، بس انا عايز اغير اسمها هنا لايا كان السبب. نتخيل مثلا ان انا عندي في الفايل ده، في الفايل اللي انا عامل فيه امبورت ده، فانكشن تانية اسمها برنت نيم، فانا محتاج ان انا اغير الفانكشن دي عشان ما يحصلش تداخل ما بينهم او يحصل كونفليكت يعني. فساعتها هعمل ايه؟ عندك كيورد اسمها as، هتقول له import البرنت نيم دي as display name مثلا يعني، تمام. وابدا هنا استخدم الديسبلاي نيم بالشكل ده، مش هيحصل اي مشكله. ده كده برضو named export يعني، تمام. طيب الفرق بينهم كسنتكس بقى في السكند فايل، لو انا دلوقتي باكسبورت مثلا، لو عندي فانكشن اللي هي البرنت نيم دي، خليها كده مثلا بتبرنت فعلا كلمه نيم يعني. لو عندي الفانكشن دي دلوقتي بقى، انسى ان احنا في الفايل اللي اسمه FJS، احنا دلوقتي في السكند فايل، تمام. طيب عايز اعمل لها اكسبورت نيمد اكسبورت، احط بس كلمه اكسبورت قبلها كده، انا كده عملت اكسبورت للمديول ده، تمام. ده كده نيمد اكسبورت. طب لو انا عايز اعمل ديفولت، اكتب ديفولت، يعني اكتب له ديفولت اكسبورت، تمام. طبعا انت شايف هنا مجموعه من الايرورز كبيره جدا. ليه بقى الكلام ده؟ او ليه اصلا انا ما وريتكش الكلام ده شغال ازاي في الكونسول دلوقتي؟ لان ببساطه كده خلينا نقول ان المديولز ليها سيت اب معين لازم تعمله قبل ما انت تبدا تشتغل مع الفايلز بتاعتك، قبل ما تبدا انك تكسبورت مديولز او تعمل لها امبورت وتستخدمها. لازم تعمل سيت اب معين كده. السيت اب ده اصلا باي ديفولت بيتعمل في الرياكت جي اس او في اي فريم ورك، تمام. وانت بتعمل الانستليشن او الكرييت او الكرييشن اصلا بتاع الفريم ورك ابلكيشن ده، السيت اب ده بيحصل لوحده، تمام. فانت لو جيت هنا تتعامل مع المديولز هيطلع لك ايرور، هيقول لك ان المديول ده كانت ان هو يديل وذ المديول ده في الجافا سكريبت، تمام. ليه؟ لان ده بيور جافا سكريبت، فالسيت اب اصلا مش حاصل. بس اعتقد الفكره نفسها وضحت يعني بشكل اساسي الفرق بين الاكسبورت سواء كان نيمد يعني او سواء كان ديفولت. باختصار تاني بقى نحب ان احنا نريكاب كده الدنيا في الاخر. النيمد اكسبورت لازم انك تمبورت الفانكشن او المديول دي بنفس الاسم بتاعها لان هي نيمد اكسبورت. لو انت عايز تغير اسم حط الاز كيورد، تمام، امبورت كذا از كذا، بس كل الكلام ده في كيرلي براكتس، حلو كده. لكن الديفولت اكسبورت اعمل امبورت بعد كده ايا كان الاسم، مش لازم اصلا الاسم بتاعها، انا مش مهتم بالاسم، ولا كده كده الديفولت الاكسبورت الوحيد بتاع الفايل التاني ده، فايا كان الاسم هو كده كده هيجيب الديفولت بتاعه، تمام. ده الفرق ما بينهم. طيب نخش على الكونسبت الرابع معانا وهو السبريد اوبريتورز والريست اوبريتورز. ايه الفرق بين السبريد والريست اوبريتورز؟ ببساطه السبريد معناها انتشار اصلا ككلمه يعني. فلو انا عندي مثلا هنا array نسميه مثلا ايه، نسميه numbers او numbers، تمام. نحط جواه 1 2 3 بالشكل ده. طيب عايز ان انا اضيف مثلا array جديد اسمه new numbers. طيب النيو numbers ده بيساوي ايه؟
بيساوي النمبرز القديمه اصلا اللي معايا اللي هي 1 2 3، بس عايز ازود عليهم حاجات كمان، ازود عليهم مثلا 4 5 6. تمام. هعمل ده ازاي؟ عندك اكتر من طريقه في الجافا سكريبت، بس احنا هنا بنشرحها بالطريقه السبريد اوبريتور يعني. في السبريد اوبريتور بكل بساطه بتحط 3 دوت جنب بعضهم كده، والريست اوبريتور برضه نفس الاوبريتور بالظبط، نفس ال3 دوتس، بس الاستخدام بتاعهم نفسه مختلف. بتحط 3 دوت بعد كده نونز. تمام. دي كده معناها ايه؟ معناها الاليمنتس اللي هنا دي معناها 1 كوما 2 كوما 3 كوما. تمام. بعد كده ضيف اللي انت عايزه بقى، حط 4 5 6 بالشكل ده. لو عملت بقى كونسول دوت لوج للنيو نمبرز هيطلع لك من 1 لحد 6. تمام. هو ده الفكره من السبريد اوبريتور، انت بتسبريد او بتنشر او بتفك اري معين، اوبجكت معين. تمام. طبعا الاري ده ممكن يكون اري اوف اوبجكت، انا بشتغل هنا على المثال البيزك خالص، انت معاك 3 ارقام. تمام. طيب العكس بقى بتاع العمليه ايه؟ انت دلوقتي في السبريد انت بتفك، لكن التانية بقى اللي هي الريست اوبريتور انت بتميرج او بتجمع. تمام. ندي مثال عليها. مثلا تخيل كده ان انت عندك خلينا نقول ايه، ما عندك مجموعه من الارقام. تمام. وانت عايز تفلتر الارقام دي تطلع له مثلا الارقام اللي اكبر من الاثنين. تمام. فانت عندك هنا فانكشن اسمها ايه، فلتر نمبر. طب الفانكشن دي انت مش عارف هي هتستقبل منك كام بارامتر بالظبط او كام ارجيومنت. تمام. فعشان كده انت بتحط الريست اوبريتور ده، بتقول له انه ايا كان البارامترز دي انا مش مهتم بالعدد بتاعها، بس هي لما تيجي هنا هو هيفكها ساعتها ايا كان العدد بتاعها. تمام. فانت مش محكوم بعدد معين من الارجيومنتس تبدا انك تبصيل الفانكشن دي. فتحط هنا مثلا ايه، هنسميه numbers برضو بالشكل ده كده. طيب وهتريتيرن من الفانكشن دي، هتريتيرن الفلتريشن بتاع النمبرز بتاعتك دي، فتقول له ريتيرن نمبرز. انت مش عارف اصلا النمبرز دي عباره عن ايه لحد دلوقتي لسه، وهتقول له ايه دوت فلتر، وهتريتيرن بس ايه الارقام اللي اكبر من 2، او خلينا نقول بقى الارقام الزوجيه مثلا. تمام. اللي المودولس بتاعها على الاتنين بيساوي 0 بالشكل ده. وهنتكلم دلوقتي على السنتكس بتاع الفلتر برضو. تمام. طيب عشان بقى اعمل انفوك للفانكشن دي فهعمل console.log، بعد كده هقول له فلتر النمبرز، وابدا هنا بس وانا بكونسول.log هبدا ان انا ساعتها ابصيله الارجيومنتس بتاعتي اللي هي النمبرز. فساعتها اقول له مثلا 1 2 4 5 6 2 ايا كان الارقام يعني. تمام. طيب ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ هيبدا ان هو ياخد الارقام اللي هنا دي. تمام. ويعمل لها ميرج جوه اري، هي دلوقتي اتحولت لاري اسمه نمبرز. الاري اللي اسمه نمبرز ده بقى انت بتبدا انك تعمل عليه فلتر، تعمل عليه ايا كان الاوبريشن بتاعتك. فعكس اللي حصل في السبريد اوبريتور. السبريد اوبريتور كان بيفكهم، لكن هنا انت عملت لهم ميرج، انت هنا حولتهم لاري، وبدات انك تتعامل مع الاري ده. طيب لو شغلنا الفايل بتاعنا هيطلع لك طبعا الارقام الزوجيه بس من هنا. ايه المشكله هنا؟ طيب المشكله ان انا ما كنتش حاطط الايرو بتاعي من هنا كده. تمام. لو جيت تاني شغلتها، شغلت الفايل، طلع لك الارقام الزوجيه، طلع لك الاثنين والاربعه والاثنين اللي بعدها. تمام كده. فده الفرق بين الريست اوبريتور وما بين السبريد اوبريتور. طيب الكونسبت اللي عليه الدور بعد كده هو الاري والاوبجكت ديستركشن. تمام. خلينا نبدا بالاري ديستركشن. فكره الديستركشن يعني ايه؟ ديستركشن يعني اكستراكشن او استخراج. فكره انك عندك حاجه كبيره جدا اللي هو الاري ده، وانت عايز تستخرج منه حاجات معينه بس اللي انت مهتم بيها، وانت مش مهتم بالباقي اصلا. تمام. فلو انا عندي array مثلا const nums 1 2 3. تمام. انا عايز بس اخرج منه الواحد والتلاتة، انا مش مهتم بالاتنين دي خالص. تمام. هعمل ايه ساعتها؟ هتعمل بالشكل ده كده، بعد كده تبدا انك تحط السكوير براكتس لان انت دلوقتي بتتعامل مع array، وتبدا انك تخرج منه الارقام بتاعتك بالاسماء اللي انت عايزها. يعني انت ممكن تحط هنا 1 كاتبها ككلمه كورد اصلا كلمه 1، وبعد كده هقول له خلينا نقول ان احنا دلوقتي عايزين الواحد والاثنين مثلا، فاقول له 1 و2 بيساوي نمز اللي هو الاري بتاعك اصلا. تمام. console.log
1 و2 هيطلع لك ايه؟ هيطلع لك 1 و2 يعني. تمام. يبقى اللي حصل ايه؟ ان انا عايز استخرج الفاليو الاولى والفاليو الثانيه من الاري بتاعي، فبحط الاري على اليمين، بنقله على اليمين بتاع الايكوال ساين يعني، وعلى الشمال ببدا ان انا احط الفاليوز او الحاجات اللي انا محتاج استخرجها بس باي اسم انا عايزه. تمام. يعني زي ما انتم شايفين كده انا سميتها هنا 1 وتاني واحد سميته 2. لو انا اصلا مسمي ده 2 بعد كده 1، او خليها كده بقى، خليني مسميه 2. تمام. ده دلوقتي ايه ترتيبه؟ ايه ترتيبه الاول، ما استخرجتش الا واحد بس، فيطلع لك ايه؟ يطلع لك 1 حتى لو هو اسمه 2 اصلا، بس هو يطلع لك 1. تمام. بالشكل ده كده. فده ينقلنا للنقطه المهمه اصلا واللي بتفرق الاري ديستراكشن عن الاوبجكت ديستراكشن، فكره ان في الاري الاوردر مهم، الترتيب مهم. تمام. زي ما شايفين كده، هي عشان هنا الاول ده اول حاجه، فهو يطلع لي واحد حتى لو هو اسمه 2. تمام. مثلا لو انا بعد كده عايز اخرج 1 و2 و3، وبعد كده ابدا برضو ان انا اكونسول دوت لوج الكلام ده كده. تمام. طلع لك 1 و2 و3. طيب افرض بقى انا مش عايز اصلا الارقام اللي انا عايزها دي مش ورا بعضها، يعني انا عايز 1 و3 بس، انا مش عايز الاثنين، اعمل ايه؟ بكل بساطه هتشيل الاثنين من هنا كده. تمام. بس لازم تكون سايب الكومه بتاعتها. ليه؟ لان زي ما قلت الترتيب مهم، فانت عايز 3 اللي هي ترتيبها التالت، فلازم تحط كومه هنا عشان تبين له او تفرق له ان في element هنا بس انا ما عملتلوش destruction، انا مش عايزه. تمام. فالكومه اللي هنا دي مهمه جدا. دلوقتي هيطلع لك 1 و3 يعني مفيش مشكله. تمام كده، 1 و3. طيب ننقل بقى على ال object destruction، نفس الفكره بالظبط بس انا عندي object المره دي. تمام. الاوبجكت ده مثلا عندي خلينا نقول name age. بعد كده انا عايز استخرج بس الايدج، انا مش مهتم بالنيم دلوقتي، فهعمل ايه؟ بنفس الطريقه بالظبط، هتحط كونست كده، بس انت دلوقتي بتتعامل مع اوبجكت فتفتح كيرلي براكتس، لكن في حاله الاري كنا فاتحين سكوير براكتس. تمام. وهتقول له ايدج، انت عايز الايدج دلوقتي فاكتب له ايدج بيساوي، بعد كده على يمين الايكوال ساين بتحط الاوبجكت بتاعك نفسه. تمام. وتكونسول دوت لوج الايدج، فيطلع لك كام؟ يطلع لك 23، مفيش اي مشكله. تمام كده 23 هنا اهي. طيب لو تلاحظ حاجه كده، الفرق الاول عن الاري ان انت هنا لازم خرجتها بالاسم بتاعها، يعني خرجتها باسم ايدج، لكن في حاله الاري انت كنت بتخرجها بالاسم اللي انت عايزه. تمام. طيب افرض دلوقتي انا عايز اخرجها بس باسم تاني، اعمل ايه؟ زي في حاله كده لو فاكرين يعني النيمد اكسبورت، كنت انا بعملها بالاز كيورد، كنت بقول له از، فهل هنا مثلا هعمل له ايدج از ايا كان؟ لا مش بعمل از المره دي، بعمل ايه؟ طيب بعمل كوما. تمام. اللي هي بالشكل ده كده، او كولن، خلينا نقول كولن مش كوما. بعد كده بتحط الاسم التاني اللي انت عايزه، يعني مثلا هنا تقول له ايه؟ بيرس. دلوقتي لو جيت شغلت الفايل جاب لك ايرور. ليه جاب لك ايرور؟ لانه مش عارف الايدج. انت استخرجت الايدج بس استخرجتها باسم ايه؟ باسم البيرس، فهي ولا كانها موجوده دلوقتي. طب كده يشتغل؟ كده يشتغل، طلع لك ال 23. تمام. طيب حاجه كمان تلاحظها في الاوبجكت تفرقها عن الاري، فكره انك هنا مش مهتم بالترتيب، يعني انت ممكن تطلع هنا بقى النيم بالشكل ده، او خليها بقى في الاخر، يعني في الاوبجكت النيم الاول بعد كده الايدج. طب لو جيت هنا قلت له النيم بالشكل ده كده مفيش اي مشكله. تمام. طبع لك عادي عمرو بعد كده 23، مفيش اي مشكله. زي ما انتم شايفين كده الفرق ما بينهم، في حاله الاري الترتيب مهم، ولازم مش لازم انك تستخرج بالاسماء بتاعتهم، انت ممكن تستخرج باي اسم عادي جدا. تمام. لان اصلا مفيش اسم ليهم، يعني انت عندك هنا في الاري مفيش اصلا اسم مفيش كي وفاليو، مفيش كي. تمام. الكي بيكون الاندكس نفسه. حاجه كمان في الاري، فكره انك لو هتسكيب حاجه معينه لازم تسيب مكانها فاضي. ليه؟ لان الترتيب مهم. لكن في حاله الاوبجكت لا، الترتيب مش مهم، ممكن تبدل من بينهم عادي جدا. طب لو عايز انت تخرج باسم تاني مختلف عن الاسم الاصلي بتاعها، تستخدم ساعتها الكولون زي ما انتم شايفين كده. تمام. ده الفرق ما بينهم.
طيب نيجي بعد كده لايه، نيجي بعد كده خلاص احنا قربنا نخلص الفيديو بتاعنا. نيجي لحاجه اسمها البروميسز والاسync await والكول باكس. مهم جدا انك تكون فاهم حاجه زي كده قبل ما تخش فريم ورك. ليه؟ لانك تتعامل مع الاسync await ومع البروميسز ومع الفيتشنج داتا من اي بي اي مثلا بشكل كبير جدا. تمام، فمهم جدا انك تكون عارف الكونسبت دي. تمام، بس بدل ما اكرر نفسي، انا اوريدي اصلا شرحت الكلام ده بالتفصيل في فيديو، فانا هسيبه لك في الاي اللي هتظهر هنا او هنا، او هسيبه برده في الديسكربشن بتاع الفيديو ده، تقدر انك تروح تشوفه، وباذن الله الدنيا هناك تكون واضحه جدا يعني. ده بالنسبه للبروميس والاسync اويت. طيب كونسبت رقم 7 والاخير معانا النهارده هو الهاير اوردر فانكشن، والفيديو ده هتلاقيه نزل الاسبوع اللي فات. هسيب لك برده اللينك بتاعه في الديسكربشن او في علامه الاي، تقدر انك تشوفه، وباذن الله تكون فاهم الدنيا بشكل كبير جدا. بس بشكل سريع كده، ايه هي اصلا الهاير اوردر فانكشن؟ الهاير اوردر فانكشن هي فانكشن بتستقبل منك فانكشن تاني جوه البرنسيز بتاعتها. تمام، as an argument، يعني بتحط في الارجيومنتس بتاعتها فانكشن كامله. حلو كده، زي ايه؟ زي الفلتر، زي الماب، زي السورت اللي هي الخاصه بالسورتنج والترتيب يعني، زي الريديوس كمان، في اكتر من حاجه زي كده. فدي مشروحه بالتفصيل في الفيديو اللي نزل الاسبوع اللي فات، تقدر انك تشوفه. واعتقد ان احنا كده غطينا السبعه كونسبتس بتوعنا. اتمنى فعلا ان الفيديو كان واضح بالنسبه لكم. لو في اي استفسارات او حاجه تقدر انك تسال في الكومنتس. وبس كده انا خلصت النهارده. شكرا لوقتكم. لو استفدت من الفيديو فما تنساش انك تعمل لايك وشير وسبسكرايب في الشانل لو انت اول مره تشوفني. ونتقابل باذن الله في الفيديوهات الجايه، وسلام.